عايزين طريقة عملية لحفظ القرآن. كيف نحفظ القرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه المسألة يعني تفتقر إلى ركنين أساسيين. كويس. الركن الأول هو الدافع. لا بد أن يكون عندي دافع. هذا الدافع معلش يعني أنا مش هعمل حاجة. حضرتك بتقول أنا لما بنسمع عن فضل أهل القرآن صحيح. والثواب العظيم اللي بياخدوه أهل القرآن، الواحد بيبقى نفسه عايز يكون واحد من منهم. الدوافع. صحيح. تمام. فلا بد أن يعني يكون هناك دافع. هذا الدافع من أبرز هذه الدوافع أولا الله عز وجل كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صحيح. تمام. فالله عز وجل يحفظ القرآن. هيحفظه ازاي القرآن؟ يحفظه ازاي؟ لازم في أسباب يحفظ بها القرآن. نعم. وهم الرجال الذين يحفظون القرآن في صدورهم. الله عز وجل يحفظ بهم القرآن كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلو أنا عندي الدافع إن أنا أكون ممن يحفظ الله عز وجل بهم القرآن في الأرض، هذا دافع عظيم. يعني ده دافع يعني من أجل الدوافع إن أنا أكون ممن يحفظ الله عز وجل بهم كتابه في الأرض. نعم. ده شيء عظيم جدا. صحيح. فلا بد أن يكون الدافع دافع قوي وأنا مؤمن به. هذا يعني يكون نقطة انطلاقة لما أريده، اللي هيحمسني. نعم. اللي أنا أحفظ القرآن. تمام. ويخليني أواصل. تمام. ماشي. جميل. فده الدافع. الركن الثاني هو الأخذ بالأسباب. نعم. طبعا الأخذ بالأسباب لابد أن يعني يكون الإنسان عشان يفعل أي عمل حتى لو العمل دنيوي إن لم يأخذ بالأسباب فشل حتى لو هو مين. صحيح. تمام. أهل الدنيا لما يأخذوا بأسباب تقدمهم في الدنيا بيتقدموا. خلي بالك. فأنا عايز أحفظ القرآن لابد أن يكون عندي أسباب لحفظ القرآن. أنا عندي الدافع إن أنا نفسي أبقى ممن يحملون كتاب الله في الأرض ويحفظ الله عز وجل بهم القرآن في الأرض، بس لازم أخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى أن ينقله من مكة إلى المدينة في لمح البصر. صحيح. ولكن أراد أن يعلمنا أننا نأخذ بالأسباب. إزاي أخذ بالأسباب؟ إن أنا عايز أحفظ القرآن وأسباب تكون عملية. أولا أن أخلص النية لله. ده من أعظم الأسباب، إن تكون النية خالصة لله. والعمل إذا كان خالصا لله وجد العبد إعانة عليه. فلا بد أن تكون النية خالصة. لا أحفظ القرآن رياء ولا سمعة ولا أن يقول القارئ الفلاني ولا أن هو بيصلي بالناس الإمام الفلاني. لا، أحفظ القرآن لله حتى يرضى الله عني، حتى الله عز وجل يجد مني أني أريد أن يعني أتلمس وأتحسس البركات والفتوحات والقربات بكلامه سبحانه وتعالى بأن أحفظه ويحويه صدري. من ضمن الأسباب وأبرزها أيضا لابد أن أحفظ القرآن على يد أحد المشايخ المتقنين الذين عندهم علم ودراية بالقرآن وبقراءة القرآن، ويستحسن أن يكون يعني شيخا مجازا في القرآن حتى أستطيع أن أقرأ الألفاظ ألفاظا صحيحة. لأن القرآن إذا اتبعنا رسم القرآن واعتمدنا على قراءته فقط مش هنعرف نقرأ. هقرأ الصلوت، هقرأ الزكوت، هقرأ كهيعص. إنما القرآن مفتقر إلى التلقي والمشافهة. اللي أنا أقرأ على يد شيخ متقن. نعم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سمع القرآن من جبريل وكان يعرضه عليه. وهذه من أكمل صور التحمل للقرآن. هذه من الأسباب البارزة جدا في حفظي للقرآن. في هناك سبب ثالث من أبرز الأسباب أيضا في حفظ القرآن، إن لازم القرآن كلنا نفسنا نحفظ القرآن، ولكن مين فينا فعلا يعني بدأ يحفظ القرآن أو حفظ القرآن وقال أنا حفظت؟ في مثل كده احنا بنقوله دايما الفاشل ليس له تاريخ. الفاشل ملوش تاريخ. تقعد تسأل واحد تقول له انت تاريخك ايه مثلا في القضية الفلانية، هو ما عملهاش، مش هيلاقي تاريخ يقوله. اما مثلا تيجي الواحد يقول له مثلا والله انا حفظت القرآن على كبر وحفظته وانا سني كبير.
طب عملت ايه عشان تحفظ؟ انا والله كنت بعمل كذا، وكنت شغال في اليوم 12 ساعه، وكنت بحط مثلا ورقه المصحف اضعها امامي على البنك وانا بعمل، وبحفظ كذا وبعمل كذا وبراجع كذا، وقبل ما انام اقسم على نفسي مش هنام غير لما اعمل كذا، واروح للشيخ الفلاني في الحته الفلانيه والله كان لي شيخ من المشايخ أيوة. نعم كان يعني يقول لي كنت بقلع هدومي واحطها فوق. الكلام ده كان الشيخ ده كان عنده 83 سنه في سنه 2005 عليه رحمه الله، اول من اجازني في القران. يقول لك كنت بروح اثبت كذا عشان الف هدومي فوق دماغي واقوم اخوض ميه، مفيش كوبري، واخوض، وكان شغال في السكه الحديد وحافظ القران على كبر، وراح ويروح ويرجع تاني بالليل ويخوض في الميه. ده رجل ناجح فله تاريخ. نعم. فلا بد ان يكون عندك العزم والاراده القويه ان انت عايز تخوض غمار هذا الموضوع عشان تنتج فيه. السبب ايضا من الاسباب البارزه في هذا الامر ان تعطي القران ثمين وقتك يعطيك. لابد ان اعطي القران وقتا، هذا الوقت ما حدش يتعدى عليه، الوقت ده ما حدش له فيه، هذا وقت القران. اقفل تليفوني، اخد راحه من شغلي، يبقى الوقت ممكن يكون الوقت بتاع الراحه بتاعي، نعم. استقطع منه وقت ده للقرآن. لابد أن يكون للقرآن وقتا ثابتا في يومي ولا ينقطع أبدا. طب افرض انقطع مرة، جه في يوم كده والوقت ده ضاع مني ما عرفتش احصله، يجي الشيطان يضحك علي ويقول انت مش نافع في الموضوع ده، اقول له لا، كأن اليوم ده ما جاش علي، تمام، اليوم ده كأنه اتلغى، وانا هبدأ في اليوم الذي بعده حتى لا اقطع علاقتي بالقرآن. فلا بد ان انا اخذ بالي من هذه الاسباب، وهذه يعني من الاسباب البارزة. لربما هناك اسباب اخرى كالدعاء ايضا، لابد ان يستعني العبد بالله سبحانه وتعالى ويدعو الله دائما، ودائما في دعائه يقول يا رب احفظ بي القرآن، اللهم احفظ بي القرآن حتى اكون ممن تحفظ بهم كتابك في الارض. نسأل الله عز وجل ان نكون منهم. جزاكم الله خير.